تعالوا نعمل سمبوسك. وسر نجاح هيدي الوصفة هو بهار اللحمة بعجين تبع رومان وورد. تعالوا نبلش بالعجينة. عندي هون 200 جرام من الطحين، حزدلن 20 جرام من الحليب، ححط ملعقة صغيرة من السكر، وححط كمان ملعقة صغيرة من الخميرة. حنزيد كمان ملعقة صغيرة من الملح. هلأ عنا 80 ملي من المي و60 جرام من زيت الزيتون. هلأ حنعجنهم. هلأ حنحطها على جنب ونبلش نعمل القلية تبع اللحمة. عنا هون 200 جرام من اللحمة المفرومة، حنزيد عليها بصلة صغيرة، ورح نبلش نقليهم شوي مع نقطة زيت زيتون. هلا مثل ما قلنا انه نجاح هيدي الوصفة هو بهار اللحمة بعجين تبع رومان. حنزيد منه ملعقة كبيرة، ورح نحط كمان رشة ملح. بس يصيروا على 3/4 استوى، حنزيد لهم كمان كمشة من الصنوبر. أهم شيء إنه تكونوا عم تستعملوا الصنوبر البلدي وتكونوا أكيدين من الجودة تبعه. تأكدوا إنه تكونوا عم بتحفوا الكعب تبع الطنجرة، لأنه هيدا وين بيكون في كل الطعمات الطيبين. حنحطهم ببول تاني ونخليهم يسقعوا شوي قبل ما نزيد لهم لبنة المعزة. حنزيد عليهم نص قالب من لبنة المعزة ونمعسهم سوا كرمال ينخلطوا كلهم سوا. لبنة المعزة رح تعطيها حموضة للسمبوسك، وكمان لأنه كل النكهات مع بعضهم بيلبقوا، فمشان هيك زدناها. حنحط الحشوة على جنب كرمال تبرد شوي، وبهالوقت رح نبلش نرق العجينة تبعنا. بدنا نبلش هلا نرق العجينة، وهون عندي زيت عم بحميه على نار خفيفة، مش كتير عالية ومش كتير واطية. حناخد العجينة ونرقها قد ما فينا. حتاخدوا قطاعة أو كباية حيلا شي عندكم إياه بالبيت، تقطعوا دويرات صغار وتحطوا ملعقة صغيرة من الحشوة، تسكروها هيك. ورح تتعجوا لها طرافة. فيكم تعملوها كمان بالشوكة. بدكم تنتبهوا عليهم، ما بدها تضل عينكم عليهم لانه دغري بيسمروا. مثلا شوفوا هيدي اخذوا شي دقيقتين 3 على نار متوسطة. تأكدوا انه تكونوا عم تبرموا كل وحدة احسن ما يحترق الكعب تبعها ووجهها ما يكون استوى. هيك صار عندكم أطيب سمبوسك باللحمة واللبنة المعزة. جربوها وخبرونا إذا حبيتوها. Thank you for watching.